جلس رجلان ضريران على طريق زوجة أحد الملوك لمعرفتهما بكرمها، فكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك، وكان الآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك. وكانت زوجة الملك تعلم ذلك منهما وتسمع، فكانت ترسل لمن يطلب فضل الله درهمين، وترسل لمن يطلب فضلها دجاجة مشوية وفي جوفها 10 دنانير ذهبية. فكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين بدرهمين كل يوم، وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير. وأقام على ذلك 10 أيام متوالية، ثم أقبلت زوجة الملك عليهما وسألت تطالب فضلها: أما أغناك فضلنا؟ قال: وما هو؟ قالت: 100 دينار في 10 أيام. قال: لا، بل الدجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرهمين. فضحكت وقالت: طلبت من فضلنا فحرمك الله، وذاك طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه. العبرة أن من اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن اعتمد على الله فما قل ولا ذل ولا ضل ولا مل. طبتم وطابت متابعتكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. في أمان الله.